بسم الله الرحمن الرحيم. ابي عبد الرحمن، استاذ بجامعه ابن زور، رئيس ومؤسس المتحف الجامعي للنيازك. اليوم كنتواجدوا في المعرض المتحفي ديال مدينه الابتكار. كما كتعرفوا عندنا المتحف الجامعي للنيازك عنده واحد المجموعه ديال النيازك، فخدينا النيازك المهمه اللي في ذاك المتحف ودرناها هنا في مدينه الابتكار لان عندها فائده مهمه غنقول لكم من بعد. هنا في مدينه الابتكار عندنا بزاف د الحوايج كنديروهم للنيازك. اولا عارضين النيازك، دونك الطلبه والتلاميذ والزوار كيجيو يشوفوا النيازك، دونك سو سون دي فيزيت غيدي كيشرح لهم بواجهه بواجهه. عندنا واجهات، كل واجهه عندها ان تيم، عندها واحد الموضوع. اذا كاين سميتو الانيماتور اللي المنشط اللي غادي يشرح هذا. الحاجه الثانيه هي كنديروا دي فورماسيون، الناس اللي باغيين يتعلموا كيفاش يبحثوا عن النيازك ولا كيفاش يفرقوا بين النيازك الارضيه بليتو النيازك وبين الاحجار الارضيه. دونك كنديروا فورماسيون، كنديروا ليكسبرتيز الخبره. الناس اللي عندهم حجاره بغا يعرفوا اش من نوع ديال الحجاره، اما ارضيه ولا حجاره ديال الفضائيه، كنديروا لهم ليكسبرتيز. فالجمعيه رات بان هنايا احسن هنا في مدينه الابتكار، لان كان عندنا في وسط الكليه ولا وسط الجامعه عندنا واحد الكونترانت ديال الحرم الجامعي وعندها واحد الطقوس، الجامعه عندها طقوس ديالها. هنا لا، هنا في مدينه الابتكار سي تكنو بارك، سي كوميرسيال، هذا لقينا الحريه ديالنا اكثر هنايا داخل جامعه ابن زور. وكل واجهه عندها واحد تيم، عندها واحد الموضوع. فالواجهه الاولى هي واجهه كدير الارض، لان بزاف الزوار ديالنا سورتو اصحاب الخبره كيجيبوا لنا الاحجار الارضيه كيصحبوها نيازك. فاش درنا هذه الواجهه وجمعنا فيها كاع الاحجار اللي كتشبه النيازك، هي احجار ارضيه وكتشبه النيازك، فجمعناهم باش يجي يشوفوهم ما يبقاوش يجيبوا بحالهم. حداها فوق منا احجار ارضيه، ولكن تصادمت مع نيزك كبير وتحولت لواحد الزجاج، اما زجاج ليبي الفيغ ليبيك، ولا عطاتنا واحد زجاج سميتو المولدافيت جات من مولدافيا، ولا عطاتنا واحد التكتيك ديال الفيليبينيت جات من الفلبين. هذه احجار مهمه لان هي ماشي نيازك، ولكن بداك قوه الاصطدام ديال النيزك الكبير مع حجر ارضي كيحولها لهاد اللي بيجو كنسميهم، لانهم كيدخلوا بحال الاحجار الكريمه كنديروهم في الحلي. الواجهه اللي حداها هي الواجهه ديال النيازك. النيازك كتجينا من الكويكبات، ففرقناهم لجوج واجهات. الواجهه الاولى هما دوك النيازك كنسميهم لي كوندريت، كوندريت اوردينير، جايين من الكويكبات اللي لقيناهم سو سون دي تروفاي. كنكونوا كندوروا في الصحراء وكنلقاوهم، درنا لهم واجهه خاصه. والواجهه اللي فوق منهم هي واجهه لي شوت اوبسيرفي. هذوك النيازك شناهم طاحوا ومشينا قلبنا عليهم ولقيناهم. هذوك كتكون عندهم قيمه علميه اكثر، لانه فاش يلاه كيطيحوا كنلقاوهم 3 ايام 4 ايام كنلقاوهم. اذا كيفاش كنديروا التحاليل ديال الكويكب، ماشي اذا بقاو عام في الارض ولا شهر ولا شهرين كيقدروا يبداو التحول، يبدا التفسخ ولا يبداو لي ميكرو اورغانيزم يدخلوا ليهم، ما تيبقاش عندك لي زاناليز مهمين. اذا هاد النيازك كنسميوها ساقطه، مهمه في البحث العلمي. اللي حداها النيازك حتى هي ككوندريت جايه من الكويكبات، ولكن مهمه جدا لان هي كنسميوها كربوني، كوندريت كربوني ريش اون كربون، اما كيجيونا من لي كوميت ولا من لي زاستيرويد. مهمه جدا لان ذاك الكربون كنلقاو فيه اما كربون مينيرال ولا كربون اورغانيك. الكربون مينيرال هو الغرافيت، هو اللي عندنا في قلم الرصاص. غير قلم الرصاص خليط بين الكربون وبين البلون، طوندي هادو فيهم الكربون بيور سي الغرافيت. هذاك الغرافيت مع ذاك الاصطدام اللي كيوقع خارج المجال في الجو، هذاك الغرافيت كيتحول لديامون. الواجهه اللي حداها هي واجهه ديال فيستا. واحد فيستا هي ثاني اكبر كويكب. اكبر كويكب عندنا في المجموعات الكويكبات هو سيريس.
هذا فيستا هو الكبير. هذا باش مزيان هاد الكويكب لقى واحد الاصطدام قوي، وقع عليه واحد الاصطدام ومشى طل كله هرسو تقريبا، هرس النص ديالو، عطانا الخبايا ديالو الوسط. الوغ اش عطانا داك الحجر اللي غنلقاو حنا داخل الارض ديالنا. هبطنا تقريبا 1000 كيلومتر تحت الارض، اش غنلقاو؟ نوع الحجر اللي غنلقاو. دونك هنا هذا هو الانواع ديال الحجر، اما بالاسيت ولا ميزوسيديريت ولا لوكريت هي ديالنا. الواجهه الاخرى هو الاكتشاف اللي درنا اللي خدينا فيه جائزه العلميه في 2013 2014، هو الاكتشاف ديال ايميل شيل. فايميل شيل لقينا واحد النيزك حديدي، فاش مشينا تما لايميل شيل نديروا الدراسه لقينا بزاف الناس عندهم نيازك حديديه، والناس اجانب خداو نيازك كبار فيهم 140 كيلو 120 كيلو. فاش درنا البحث ديالنا لقينا بان تما هذيك المنطقه دارت اصطدام ديال نيزك كبير حديدي ودارت فوهه نيزكيه. اول فوهه نيزكيه في المغرب، فالمختبر ديالنا هو اللي لقاها. لقينا اسلي وتيسليت، وعاد لقينا اغودال. فاسلي وتيسليت فيها واحد مناقشه علميه، واحد ديسكسيون سيونتيفيك باقي مع نص، طونديكو اغودال كاع العلماء ديال العالم متفقين بان اغودال هي فوهه نيزكيه تصوبت في ايميل شيل، نواحي ديال ايميل شيل بواحد النيزك حديدي. اذا دخلت الباز دو دوني ديال الفوهات النيزكيه في العالم. اللي جوج واجهات خارجين هنايا في الكولوار، وحده كتوري لا ديسباريسيون ديناصور. كتعرفوا النيزك ما كاينش غير صغار، كاين نيزك صغار وكاين نيزك كبار. فاش يكونوا كبار كيديروا فوهات نيزكيه وكيؤديوا الى انقراض لي زيسبيس الحيوانات والنباتات. ف 65 مليون عام طاح واحد النيزك فيه 15 كيلومتر ديال العرض، طاح في شكسلوب في الجولف دو مكسيك ودار فوهه نيزكيه فيها 200 كيلومتر، ادى الى انقراض بزاف ديال لي زيسبيس، منهم الديناصورات، لي غوديست، لي زامونيت، لي بيليمينيت انقرضوا 100%. وشي حيوان اخرين بحال الحوت ولا لي زونفيبيان تقرضوا واحد البورسونتاج، كل حيوان انقرض بالبورسونتاج ديالو. دونك هاد الواجهه هذه كتوري انقراضات ديال بان النيازك خطيره اذا كانت كبيره وكتؤدي الى انقراض. الواجهه الاخيره هي كتعرفوا بان ولات واحد ميتي، واحد الحرفه، صائد النيازك في العالم كامل، سورتو لي زاميريكان ولاو صائدوا النيازك كيشريو الادوات ديالهم وكيديروا. هنا في المغرب كاينين صائدوا النيازك ولكن كيمشيو ما قاريينش، كيتيهوا كيموتوا. كاين شي وحدين اخرين وقع لهم مشاكل مع الجاره الشقيقه. دونك اجدنا ها الادوات اللي بغى يكون صائد نيازك، الادوات اللي خصو يدي معاه. دونك في هذه الواجهه كاين واحد المجموعه ديال الادوات، منهم الجي بي اس، لان كنخدموا في الصحراء وعرفتوا الصحراء كتلف ما كتعرفش لو نور، كنديو معنا البوصول الميكانيك باش نعرفوا لو نور، كنديو لا لوب. دونك هذه الادوات اللي كتشوفوا كاع كاملين هنا في هذه الواجهه خص لابد يديو معاهم الانسان اذا غيمشي للصحراء يقلب على النيازك. شكرا.